حاضرين معنا في افتتاح اشغال هذه الدوره التكوينيه اللي كينظمها الاتحاد الوطني للصحفيين الشباب بالمغرب حول موضوع التغطيه الاعلاميه المستقله للانتخابات. وهذه الدوره التي اختار لها الاتحاد الوطني للصحفيين الشباب شعار الميديا والانتخابات نحو تغطيه اعلاميه مهنيه. يعني هذه الدوره التكوينيه الثانيه التي ينظمها الاتحاد الوطني للصحفيين الشباب في مجال التغطيه الاعلاميه المستقله للانتخابات. زميلاتي الصحفيات، زملائي الصحفيين، يسعدني ويشرفني ان ارحب بكم في هذه الدوره التكوينيه اللي اختارينا لها موضوع له اهميه كبيره ويتعلق بالتغطيه الاعلاميه للانتخابات. هذه الدوره التكوينيه تاتي في اطار النسخه، يعني المخرجات ديال النسخه الاولى اللي كنا درناها في سنه 2011. هذه الدورة التكوينية التي اختارت لها موضوع مراقبة الانتخابات بشكل مساهمة جدية لتحسيس الفاعلين في وسائل الإعلام مختلفة ومراقبة الانتخابات التشريعية ل 7 أكتوبر 2016 لأهمية المسار الديمقراطي ببلادنا وأهمية أداء وسائل الإعلام المختلفة بحيادية وموضوعية وفي احترام كامل النصوص المعمول بها في هذا المجال. جمعية مستشفى الجدير مؤسسة جريدة ديال أطلس معرفة الوطنية. حنان رخام مدير جريدة زوم نيوز. بل أن يكون سجل حاسم تستعمل فيه الاستجواب لمعرفة من هي الاتجاهات الكبرى في البداية، ثم للقيام بنوع من المبارزة بين الاتجاهين الأقوى ليحدد الناخبون المصير ديال الاتجاهات المفضلة لديهم. بالتالي استعمل الاستجواب على نطاق واسع في الديمقراطيات الغربية. استعمل أيضا التحقيق حول بعض الفضائح في الممارسة السياسية. بالتالي سنكتشف معلومات جديدة بلي جمال سافرت في الصالون لهذا الهدف أو ذاك، ونؤكد بأنها سافرت فعلا. على ورشة خاصة تهتم بالتشريعات المتعلقة باستعمال وسائل الإعلام في الحملة الانتخابية، وكذلك حول قضايا الأخلاقيات والحياد والإنصاف المطلوب من الصحفيين وأيضا من المراقبي الانتخابات التحلي في ممارسة التغطيات الإعلامية خلال هذه الفترة. بداية نشكر الاتحاد الصحفيين الشباب المغرب على ما قاموا به في التئام هذا الجمع المبارك الذي نتوخى من خلال الأشغال الوصول إلى أفضل نتائج لما يخدموا إعلامنا الوطني عامة وإعلامنا الجهوي خاصة. وانا دائما تنقولها في جميع اللقاءات بان الاتحاد الوطني للصحفيين الشباب المغرب من بين الانديه والجمعيات الناشطه في جهه سوس مسا، واللي تنشوفوا دائما تختار بعض المواضيع في الدورات التكوينيه، مواضيع مهمه. في السنه الماضيه كانوا دورات تكوينيه في عده مدن كاع في المغرب، وكانوا يشاركوا فيهم جميع الشباب ماشي ديال جهه سوس مسا وبالنسبه لكاع جميع الجهات. وكان موضوع توا مهم بالنسبه لديك الصحافه المدنيه، وكانوا في دورات تكوينيه واستافدوا الناس، لان كان بالنسبه للصحافه المدنيه كان موضوع مهم، لان كانوا الناس يخلطوا من الصحفي المدني والصحفي الكلاسيكي والصحفي اللي تنشر غير في الفيسبوك ولا في تويتر، كان واحد الخلط. ولكن الان الحمد لله كان داز واستافدوا الناس. وتنشوفوا احنا الان بصدد الانتخابات التشريعيه 7 اكتوبر 2016، وتنشوفهم دائما تختاروا مواضيع مهمه اللي تتكون في وقتها. لهذا لان حتى بالنسبه للصحافي اللي غادي يدير التغطيه الانتخابيه راه خصو تكوين غير في الانتخابات، التغطيه الانتخابيه، لان الصحفي اللي تنركز عليه دائما كاع في جميع الدوائر التكوينيه هو اخلاقيه المهنه اولا، والمصداقيه والشفافيه، ويكون محايد الصحفي.
فتيحة المدن، عضو الاتحاد الوطني لصحفيين الشباب ومنسق الدورات التكوينية بالاتحاد. بالنسبة للدورات التكوينية اللي امتدت يعني يوم أمس، اللي ابتدت يوم أمس واليوم، كانت يعني عبارة عن جات بعد التفكير في الاتحاد، وخاصة وأن دائبنا على أننا نقوم بمجموعة ديال الدورات التكوينية خصوصا مع يعني بداية فترة الحملات الانتخابية. وارتأينا بأن مثل هذه الدورة التكوينية يعني بحاجة أن مجموعة من الصحفيين اللي كيمارسوا هذه المهنة في الميدان أن تكون يعني دورة تكوينية بخصوص الانتخابات، خصوصا وأن هذه الفترة يعني كتحتاج يعني واحد المهارة، مجموعة من التقنيات، كيفية التغطية. ايضا يعني كان مجموعه من المواضيع واللي يعني ما جاتش من فراغ او لا هكا، وانما جات عباره عن من خلال تفريغ مجموعه من الاستمارات اللي فرزتها مجموعه من الدورات التكوينيه من قبل. و يعني الحمد لله مجموعه من المستفيدين عبروا على الاستفاده ديالهم في الدوره التكوينيه، وكنتمناو ان شاء الله يعني يستفدوا اكثر، وحتى حنا كنستفدوا معهم اكثر. وشكرا. تاتي هذه الدوره التكوينيه في اطار هدف عام واستراتيجي اللي هو تقويه قدرات الصحفيين الشباب والصحفيين بصفه عامه فيما يتعلق بالتغطيه الصحفيه للانتخابات، طريقه عد الاصوات، طريقه اعلان النتائج، ومجموعه من الامور المتعلقه بالانتخابات. وتاتي استجابه لحاجيات وطلبات مجموعه من الاخوان والزملاء الصحفيين والزميلات الصحفيات اللي شاركوا معنا طيله يعني هذه السنوات هذو الاخيره في الدورات التي ننظمها، ولذلك الحوا باستمرار على ان ننظم دورات تكوينيه في هذا المجال. وتاتي كذلك للتذكير فقط في اطار خطه عمل الاتحاد التي ستمتد من 2016 الى 2018 اللي يعني هذه خطه عمل فيها برمجنا فيها مجموعه من الدورات التكوينيه، منها هذه ديال التغطيه الصحفيه للانتخابات، منها الصحافه الاستقصائيه، منها ورشه مهمه حول دعم قدرات الصحفيين والصحفيات في مجال محاربه الفساد والرشوه داخل الادارات العموميه وفي المجتمع بصفه عامه. وفي ورشات اخرى حاولنا اننا نفتحوا على مجالات اخرى ديال العمل الجمعوي ديال الصحفيين الحقوقيين والفاعلين المدنيين. في المجالات ديال السياسات العموميه، التعليم، الصحه، الطرق، العالم القروي، واش كيفاش توضعوا هذه البرامج الانتخابيه؟ لا استراتيجي ديال هاد ليطابليسمون ديال لي بروغرام الكترو، واش كاين هنا؟ هذا موضوع يصح والتناول الاعلاميه، ونجيب الاحزاب ونهضروا على هذا الموضوع. كيفاش توجهوا؟ كيفاش ديروا ليه؟ واش غير كوبي كولي وفي اخر لحظه شنو الشاره وعنده البطاقه وعنده، ولكن تدخل الناس مهم في الملاحظه خصو ما يمش بالنظام العام الانتخابي، لان هذا فيه خلل وسيترتب عنه عقوبات. هو يكون عندك داك سكون لابيل ديك واحد راح لونسو كلوبيتي واحد الباكاج باش انت تحاول تواصل مع الاخر. انا هذاك المقال اللي عطيت دابا انا في الصحافه في ذاك الموقع اللي الكتروني الناس كنا بين لا بروباغندا توصل لامريكا توصل. بالنسبه للاطار القانوني للعمل الصحفي في تغطيه الانتخابات، خصوصا الصحفيين اللي كينتميو للاحزاب كيلقاو اشكال في تغطيه الانتخابات، لان الحضور ديالو في المكتب هو يعتبر دعايه كيطبق ليه حضور في مكتب التصويت، حضور لتغطيه. الحمد لله الدورة دازت يعني على ما يرام بمشاركة أساتذة يعني من طينة رفيعة، الأستاذ طبعا إبراهيم قمغار، الأستاذ يعني بكلية الحقوق، وأيضا أستاذ التعليم العالي بمعهد الإعلام والاتصال بالرباط، وأيضا المشاركة ديالو كانت قيمة. الإعلاميين من جميع المناطق ومجموع المدن المغربية كانوا حاضرين بقوة، وهذه الدورة كما قلت يعني ناجحة، وهذا الشيء جاء باش تكون واحد التغطية إعلامية ذات مصداقية وذات حياد من طرف يعني الإعلاميين من أجل مواكبة الانتخابات التشريعية. فاطمة إيغنفر، طالبة باحثة في سلك الدكتوراه في جامعة محمد الخامس.
كانت المشاركه ديالي في التكوين انضموا الاتحاد الوطني للصحفيين الشباب. كان في المستوى كان حضور كثيف لمجموعه من الصحفيين، وكان حضور كذلك الاساتذه جامعيين كانوا متميزين وطرحوا مجموعه من القضايا الاساسيه اللي كتخص الانتخابات التشريعيه التي المقبله. وكذلك نحن كصحفيين خدينا مجموعه من المعلومات وكذلك مجموعه من القضايا اللي كتهمنا في المجال الاعلامي. زين الدين بواح من اقليم طاطا، فاعل اعلامي في الاقليم، ناشر بعده جرائد الكترونيه. حضرت الدورة التدريبية اللي نظمتها الاتحاد الوطني للصحفيين الشباب حول الملاحظة المستقلة للانتخابات. استفدت من الدورة واحد العدد من المسائل القانونية، وواحد الجانب ديال في الجانب ديال يعني الدور ديال الصحافي في والمسائل القانونيه اللي خص يتطرق لها والمخالفات وواحد العدد من الجوانب كثيره بزاف. المهم صراحه استفدنا من الدوره هذه مزيان على مستوى التنظيم، على مستوى الورشات. المدربين كانوا في مستوى جيد جدا، وتحيه. هذا اللقاء هذا تنظم من الاتحاد الوطني للصحفيين الشباب بهذا الفندق اللي استدعوا جميع الصحفيين بجهه سوس مساء درعا، اللي عطاوهم بزاف ديال الرسائل للصحافه المستقله اللي غادي ان شاء الله نستغلوها نخدموا بها بالاحرى في هذه الحمله الانتخابيه اللي ان شاء الله مقبلين عليها ديال 7 اكتوبر ان شاء الله تعالى. ونتمناو من جميع الصحفيين والصحفيات انهم ياخذوا بالرسائل اللي عطاوهم جميع الاساتذه الاستاذين قمغار والاستاذ العلالي اللي جاوا وتكبدوا عناء السفر باش يعطيونا هذا المعلومات النيره والشيقه، ونتمناو ان شاء الله لكم كل التوفيق. شكرا لكم. الاتحاد الوطني للصحفيين الشباب نظم هذه الدوره التكوينيه حول عنوان التغطيه الاعلاميه للانتخابات بطريقه مستقله. صراحه دوره تكوينيه كانت في المستوى، استفدنا شحال من حاجه، كنتمناو انه تكرر بحال هذه المبادرات ان شاء الله.